شكلها كده هتروق وتحلى يا ولاد، والمطبخ بتاعها هينضف ويبقى زي مطابخ حضراتكم كده. وشكل كده فايدة الإطعام اللي أنا عملته امبارح اللي لسه ما جاش عليه 24 ساعة، لا كمل 24 ساعة، عشان أنا دلوقتي بكلمكم بالليل والإطعام كان امبارح العصر كده. فشكله كده الإطعام اللي كمل 24 ساعة يا دوب هيعمل بقى فايدته، هيعمل مفعوله، اللي أنا كنت واثقة ومتأكدة مليون في المية ان الصدقة بتعمل المعجزات، وان الاطعام يعني ثوابه عظيم جدا عند ربنا. وان شاء الله انا هشوف ده بعيني وانتوا كمان هتشوفوا بعينيكم. يمكن سبحان الله من كتر ما خلاص تعبت، من كتر ما دعيت ان خلاص يا رب يا رب انا تعبت خلاص من منظر المطبخ وتعبت من كل حاجة، ان الاوان بقى ان ربنا يستجاب لدعوتي، وجت على شوية الاكل اللي انا طلعتهم امبارح دول. شكلها كده يا ولاد، شكلها هتزقزق كده وتنور كده، والدنيا هتبقى زي الفل. شوف كده الدنيا هتعمل ايه معانا، وهنكمل بقى الفيديوهات بتاعتنا اللي جايه دي. بس لسه برضو المشكله اللي عندي قائمه، اللي هي ايه؟ ان انا بتعب بسرعه. مش بسرعه، لا هو انا مش بتعب بسرعه، انا بتعب بس مش هقول لكم مثلا من اقل مجهود، لا من مجهود. انتوا هتشوفوا نفسكم دلوقتي في الفيديو انا هعمل ايه، واعرفوا ان ده يعني احكموا انتوا بنفسكم. العبوا بره، احكموا انتوا بنفسكم اذا كان ده مجهود يعني الواحد يتعب منه ولا دلع، بس بتدلع انا بستعبط. فمش عارفه، لا ان شاء الله خير. انا مش عايزه اتشائم بقى، مش عايزين النظره التشاؤميه دي تاني خلاص مننا ورايح. كل كلامنا هيبقى ايجابي كده، وكلام كله تفاؤل كده، ونظره تفاؤليه. الله، صدقوا المحل اللي قدامي ده بيبيع حاجات كده وزرع وبوتات زرع وحاجات جميله قوي. نبقى ننزل بعد ما نروق المطبخ بتاعنا، نبقى نلقي عليه نظرة كده ونشوف الحاجات اللي بيزوقوا بيها المطابخ والديكورات اللي بتتحط في المطابخ دي اخبارها ايه عنده يعني. بس يا رب بس ما تبقاش ب200,000 جنيه، تبقى اسعارها حنينة. المهم يا ولاد زي ما انتم شايفين كده المواعين ايه، المواعين انا غسلتها باركولي زغرتولي مفيش مواعين لا هيبقى في حبة مواعين صغننين خالص في الفيديو. كنت اقول لكم مفيش مواعين في الفيديو ده، لا فيه بس مش كتير، حبة صغننين كده. البوتاجاز بقى، البوتاجاز ما كانش بشع، عادي، كان متوسخ زي بوتاجازاتكم اللي هو العادي، اللي هو البوتاجازات بتاعتكم كلها لما بتتوسخ بتبقى كان زي كده. انا مش فاكره كان منظره ازاي، بس انتوا اكيد اول الفيديو فاكرين. فاللي هو العادي بقى، اللي هو الايه، التوسيخ العادي. المهم بقى طبعا انا ليا عيني الوقت وعيني قويه، وانا بقول لكم حطوا لايك للفيديو، لان الفيديو بصراحه يستاهل اللايك. حطوا بقى لايك. هتقولي لي بتنهجي ليه؟ لسه واكله، اتغديت بقى وقلت اجي. اتغديتوا يا ولاد ولا لسه متغديه؟ وقلت اجي اسجل لكم بقى الفيديو علشان يلحق ينزل النهارده ان شاء الله. كلتوا الحمد لله، كلتوا وشربتوا وشبعتوا. طب يلا على امكم فوق بقى. كانت تيتا رنا اللي هي حماتي يعني، لما كنا لسه كلنا قاعدين انا وحماتي في بيت العيله كلنا مع بعض، فرنا كانت بتحب تنزل تحت عند جدتها قوي. كانت صغنطوطه لسه خالص زي البطه كده، كانت رنا وهي صغيره مدوره كده وكلبوزه وحلوه. معرفش ايه عيني اللي خسسها قوي كده لما كبرت. المهم ايه، رنا تقعد تتغدى مع تيتا وجده بقى، واذا كان عمها عمتها على حسب الموجودين يعني، مش فاكره مين اللي ما كانش لسه اتجوز يعني. تيتا بقى تقول لها يا رنا كلتي؟ تقول لها شربتي يا رنا؟ اي يا تيتا شربت. طب يلا على امك فوق بقى. فالمهم رنا ايه تزعل كده عشان هي مفكره ان تيتا بتطردها، هي تيتا بتهزر معاها. فتروح رنا ايه ماشيه كده، بس ماشيه بالراحه، تفضل ماشيه بالراحه. عارفين انتوا حركات العيال الصغيره، لحد ما تيجي عند الباب اللي هي خلاص هتطلع بقى من الشقه، تيتا تقول لها تعالي يا رنا، تروح رنا لفه وجاريه جري على تيتا وتاخدها بالحضن. كانت ايام جميله يا تيتا. فمش عارفه انا بقول لكم كده ليه. لما بقول لكم كلتوا وشربتوا افتكرت بقى موقف حماتي وهي بتقول لرنا يا رنا كلتي وشربتي يلا على امك فوق. المهم بقى زي ما انتم شايفين كده النهارده حمله تنظيفات بقى عميقه. انتوا عارفين اختكم بقى في التنظيف العميق ما عندهاش يا مرحمين. التنظيف يعني تنظيف عميق، يعني عميق، مش اللي هو اي عبط كده وخلاص. فيعني ليه عين اقول لكم حطوا لايك ولا لسه ماليش عين؟ لسه طبعا، بس اديني ايه يعني من عشمي فيكم، والله عشمانه فيكم يا اختي يا اخواتي، يعني عشمانه فيكي يا اختي ان انت تحطي لاختك لايك وتشتركي لها بقى في القناه كده وتدعميها وتفرفشيها وتنعنشيها، عشان هي كانت بتمر بظروف
نفسيه سيئه الفتره اللي فاتت، بس هتروق وتحلى. حق يا ولاد والله العظيم لو فعلا طلع، انا واثقه طبعا، انا ما بجربش، لو طلع فعلا ال3 فرخات الصغيرين اللي انا طلعتهم دول لله، وعايزه اقول لكم يعني الاكل ده فيه اطفال كتير كلت منه، عيال صغيره كتير. انا مش عارفه ليه دايما احب لما يبقى حاجه زي كده افرح العيال اكتر، ما اعرفش، المهم يعني الاكل ده فيه اطفال كتير كلت منه. فتفتكر هو ده السبب او هو هيبقى السبب؟ يا رب. ده انا ساعتها ده الواحد يعني بصوا ما يبطلش. هو فعلا الناس اللي بتعمل الحاجات دي يا جماعه ودقت حلاوتها كده وعرفت ان هي الحاجات دي قد ايه جميله في حياتنا، ما بيبطل. ادمان فعلا. جوزي يقول لي كده، يقول لي الحاجات دي والصدقات والاطعام والحاجات دي بتبقى الناس اللي بتعمل كميات كل شهر كل اسبوع، مش بقى 3 فرخات زي حالتي، لا بالعجل مثلا كده. كل واحد على حسب بقى قدرته، يعني كل واحد على حسب ما ربنا يقدره، على حسب الامكانيات بتاعته. ففي ناس لا بتعمل كميات رهيبه ما شاء الله. فده مش من فراغ على فكره. جوزي بيقول لي هم داقوا حلاوه كده وعارفين ان التجاره مع الله تجاره رابحه لا محاله، رابحه 1000000%. مش بحدد رقم والله، بس رابحه يعني، ما نقص مال من صدقه. ف فشكلها هتروق وتحلى يا ولاد. اللهم صل على حضره جمال النبي. يا رب نفسي قوي والله، يا رب يا رب يا رب. حاجتين نفسي فيهم في الوقت الحالي، اي روح قلب ماما. 10 انت ما خدتش؟ خدتش السوق. طب اجري كل الاول. هو الاكل ايه؟ لوبيا ورز وفراخ. يوسف نفسه كان هنا من بدري وكل ما شاء الله اللهم بارك، عشان الناس اللي تقعد تقول انت باصه عشان بجد عندك كشري وتفاح. طب يا يوسف تعالى لي هنا اقول لك. وخلصنا على طبق وطبق. طب وانت لما جيت هنا يا يوسف عملت ايه؟ كلت طبق؟ كلت مش قادر، انا مش قادر. طب ما هو كل مرتين اهو. طب وانا مالي؟ كل واحد ليه قادر. طب ما انت ما تاكلش خالص. لا انا كلت معاك صح يا يوسف؟ كلت ولا لا؟ انا ما كلتش دلوقتي. انت كداب قوي والله. شوية يعني كلت البواقي. كلت البواقي. تعرف ايه؟ حتى ما وصلت دي ما بتاكلش معانا فراخ ولا حاجه. انا ما اكلتي ضعيفه، انا ست كبيره خلاص، انت طفل لسه بتتبني. بابا برضو اكبر منك وبياكل يا ستي خلاص ربنا اي حد ياكل بقى بالهنا والشفا. انا عايزاك انت تاكل يا احمد لا انا مش قادر. عشان تتخن كده انا مش قادر. مش قادر. بص انا يعني كلت كشري عند ام يوسف؟ طيب. طب اقول لها كنت ايه بتعمل كويس ولا وحش؟ طب ايه بتعمله كويس ولا وحش؟ كويس عادي، ما احنا عارفين ان هي بتعمله كويس. هو انت ليه بقى كنت بتقولي؟ ده مش انا، ده عمك، مش انا اللي قلت. انا واثقه ان هي ست محترمه وبتعامل احمد كويس. هاتي بقى يا ماما. عايز ايه؟ العشرة بتاعها معاك فلوس؟ طب اخلص ماشي اللي في ايدي ده واديك ال10 حاضر. يوسف معاك فلوس؟ يوسف معاك كام؟ معاك كام؟ زواج التعليم. وانت معاك كام يعني؟ معاك مصروف يعني؟ ما معكش اديني 5 جنيه بتاعتي. ما 5 جنيه بتاعت ايه؟ يخرب بيت الطمر. اوعى هو اللي قال لي امبارح انا هديلك بكره. قايله لك مليون مره ما تاخدش من يوسف حاجه تاني. هو اللي قال لي امبارح كده. طيب ماشي. هو اللي قال لي عشان بيعاير. هو اللي قال لي امبارح كده. طب يا مسكر يا عسل. اديله 5 وخلاص. ماشي. ما تاخدش منه حاجه تاني، اديله 5 بتاعته وما تاخدش منه حاجه تاني. طيب هخلص اللي في ايدي واقوم اجيب لك ال10. انا عارفه. طب هات لي البوك ما تفتحوش. المهم ايه ده؟ معلش يا ولاد دخلتكم في مشاكلنا العائليه. مشاكلنا العائليه مع يوسف افندي. وانا رحت فين يعني؟ ما هو انت في وسط العائليه بتاعتنا، ما انت بقيت خد يدي يا يوسف اقول لك على حاجه، عشان في واحده بتقول لي خدها هقول لك ايه؟ تعالى خد. واحده بتقول لي ان يوسف اخو احمد. واحده بتقول لي ان يوسف اخو احمد وانا مرات ابوك. ما مدى صحه هذا الكلام؟ غلط. هو انا اخو احمد بس اخوه في الايه؟ بقالنا 6 سنين مع هو. اخو احمد ايه يعني؟ اخوه ايه يعني؟ اسمه هما لما بيسمعوك تقول اخوه يفتكروا ان انت اخوه وان انا مرات ابوك. ده حصل؟ لا. طب امال احنا بقالنا 6 سنين اصحاب مع بعض، نبقى ايه؟ اخوات. بس الحمد لله وشاهد شاهد من اهلي، عشان ما اسمعش واحده فيكم يا اولاد تاني تقول لي ان يوسف انت مرات ابوه. اصل هما بيقولوا لي انت بتعاملي يوسف وحش. لا ما تشتمش. المهم انا بعاملك وحش؟ امال انا بعاملك زي ايه؟ زي انس. زي انس؟ ده يبقى بعاملك وحش جدا. ليه هو؟
بعمل انا سلاش عشان انا مش طايقاه اصلا. خلاص تعملين زيها. طيب بعملك زي احمد، دي حلو ولا وحش؟ طيب خلاص ماشي يا جماعه عشان محدش يقعد يقول كاني ولا يا لهوتي انت عملت اللي ايه؟ بقى انا قايلك ما تفتحش البوك. انا ما فتحتوش. ماشي يلا خد انت 5 ويوسف 5. وما اسمعكش يا يوسف تاني تعاير احمد بحته انت خدت مني. طب احمد كان في اليوم اللي قبله مديك 5 وانا مدياك برضه. ايوه اشمعنى دي ما اتحسبتش؟ ما علينا بس المهم ما اسمعكش تاني تقول له ماشي. ما بحبش الاسلوب ده. ولا انت يا احمد برضه تعايروا، ما تعايروش بعض. يلا اللي يدي حاجه لله كده مع نفسه. ماشي تعالى. هات اديكوا 5. خد تعالى فك لك ال10 كل واحد 5 عشان ما تتخانقوش. خد كل واحد 5 يا رب بس يبقى معايا 5. لا ما فيش. يلا 5. طيب اتفضل يا سيدي. اياك يا يوسف تقولي لاحمد تاني انا ليجي 5 ومش 5، وانت يا احمد انت التاني اياك تقول له انا اعطيتك وما اعطيتكش. انا عندي فكره. المهم يا ولاد معلش والله يا جماعه غصب عني ان انا دخلتكم في مشاكلنا العائليه، بس بحب اشارككم كل حاجه والله. طيب احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنعمل فراخ تاني النهارده. انا طول ما انا عندي الاخت اللي قالت لي الفراخ بتاعتك وحشه، من كتر ما هي وحشه احنا بناكلها كل يوم. وحشه قوي، ريحتها وحشه وطعمها وحش، فلذلك احنا بناكلها كل يوم وبننسفها. بنبصوا يعني من كتر وحشتها ما بنخليش فيها يا دوبك العظم بس، العظم والجلد هو اللي بيترمي منها. مش عارفه الناس دي ايه والله العظيم. ما علينا، مش عايزه اتكلم كتير في الموضوع ده علشان ما ياخدش اكبر من حجمه يعني. طيب هنا انا بعمل ايه بقى؟ مش بتبل بقى الفراخ يعني، بديها تيست كده، بعمل لها حاجه تديها طعم يعني. شويه فلفل اخضر، شويه فلفل اسود، بصلتين 3 4 5 كده على حسب حجم البصل يعني، شويه صلصه من التلاجة، شويه بهارات، توابل كده، واقلب بقى الفراخ بتاعتي كده في التتبيله دي. مش هسيبها بقى في التتبيله لان انا مش هشويها في الازازه. اللي هو الشوي في الازازه هو اللي لازم تنقعي الفراخ في التتبيله يا جماعه، في فرق. لكن الفراخ ام صينيه دي عادي بحط لها شويه ميه وشويه ميه صغيرين، مش بعومها ميه يعني، حبه ميه صغيرين حوالي كوبايه كده، كوبايه الشاي الصغيره دي. واسيبها بقى تستوي. هي الميه بتسويها ماشي. بقى كل واحد وليه طريقته في الفراخ كده، انا مش هعرفكم الفراخ بتتعمل ازاي يعني. فحطوا لايك بقى يا ولاد للفيديو، اشتركي بقى في القناه لو لسه ما اشتركتيش، فعلي زرار الجرس وشيروا الفيديو. كومنتاتكم الحلوه ودعواتكم الحلوه وجزاكم الله كل خير. طيب بعمل ايه بقى في الفراخ؟ ما بحطهاش في الفرن على طول. ليه؟ عشان ما تاخدش غاز كتير وما تاخدش كهرباء كتير. بسويها الاول. واحده تقول لي انتي بخيله بتسوي الفراخ الاول على البوتاجاز وبعدين تحطيها في الفرن عشان ما تاخد. ما انا اللي بقول لك من الاول انا بحطها الاول على البوتاجاز عشان ما تاخدش غاز كتير وما تاخدش كهرباء كتير. انا معترفه ان انا بحافظ على الغاز وبحافظ على الكهرباء. ايوه يا لا اقسم بالله الواحد بيشوف شويه عاهات عندي في الكومنتات. عاهات في الكومنتات ده مطلع قصيده ده ولا ايه؟ تبارك الله احسن الخالقين. بمناسبه تبارك الله احسن الخالقين، دي اختي منى وهي لسه مولوده. يا رب تكون منى بتسمع الفيديو دلوقتي. كانت لسه مولوده، فبابا كان، مش انا قايله لكم ان انا من وانا صغيره اهلي بيخلوني اعمل حاجات مش بتاعتي اصلا، مش سني مش تبعي يعني. انا بيني وبين اختي منى 12 سنه بالظبط، 12 سنه. فلكم ان تتخيلوا عيله عندها 12 سنه قد احمد كده يعني. 12 سنه دي قد احمد ويوسف، اكبر منهم بسنه كده ولا حاجه. ابوك يروح يقول لك روحي المطبعه دي كنت هركب لها بقى في العياط. المطبعه في العياط، ما اعرفش ازاي بابا ساعتها طلب مني حاجه زي كده. 12 سنه دي يعني تانية اعدادي ولا اولى اعدادي، اولى اعدادي تانية اعدادي كده. عشان احنا كان على ايامي ما خدتش سنه 6، من 5 لاولى اعدادي على طول. كانش عندنا سنه 6، كانت اتلغت السنه اللي قبليه. ايه ده؟ هدخلكم في حوار تاني، خلينا بس في حوار منى اختي. المهم منى اتولدت وبابا قال لي روحي اطبعي لنا البتاع السبوع اللي هي الكروت بتاع السبوع دي. فالراجل بتاع المطبعه، والله زي ما بحكي لكم كده يا جماعه مش حوارات ولا حاجه، الراجل بتاع المطبعه خيرني الكروت تبقى عامله ازاي. فاكرين انتوا الكروت اللي هو شيلوني بحنيه، ده ماما تعبت فيا مش عارف ايه الكلام ده كله. فالمهم انا اخترت ايه؟ النبي تبسم تبسم للنبي، مش عارف ايه، حاجات زي كده، حاجات اللي هي يعني ايه مش عارفه. ساعتها ما اعرفش ما عجبتش ابويا ليه. فلقيته بيقول لي
اللي هو يعني انتقدني وخلاص. يقول لي ايه يا بنتي الكلام اللي انت جايباه الغريب ده؟ طب في حاجات جميله كده، ايه اللي لسه قايلها لكم دي؟ تبارك الله احسن الخالقين، مش عارف ايه، شيلوني بحنيه، ده ماما تعبت فيا كده، الحاجات دي. المهم بقول له يا بابا عادي، ايه المشكله يعني؟ ما كانتش النبي بقى تبسم، كانت حاجه زي كده، اللي هو حاجات بتبقى زي حاجات بيئه شويه حاجات شعبيه قوي. بس انا مش فاكره بصراحه غير ان هي كانت النبي تبسم او حاجه زي كده يعني. ساعتها والله ما انساش ابدا. ايه يا بابا في ايه؟ ده انا عيله، ده انا مش، دي مش مهمتي انا خالص دي، والله العظيم يا جدعان انتوا في ايه؟ وخلاني ساعتها اتنكدت بسبب ان انا جبت له الكروت بتاعه السبوع، حاجه غير على مزاجه. طب انا مش عارفني، انت ما قلتليش اكتبي ايه في الكارت، انت بس كتبت لي ساعتها الاسم النونو وتاريخ الميلاد. منى اختي مواليد 91، مواليد 91 شهر 9، كان تاني يوم في المدارس يوم 15/9 1991. 15/9/1991. وكان الزلزال على طول في السنة اللي بعديها، كانت عندها سنة ونص. زلزال 92 كان عندها سنة. ايوه كان سنة او سنة وشهر، عشان كان الزلزال في اكتوبر، فكان عندها سنة وشهر. انا فاكرة برضو ساعة الزلزال كانت برضو اختي منى هي نفس المنى برضو كنت جايلاها على ايدي. واخواتي كانوا في المدرسة كانوا فترة تانية، بس انا كنت من العيال اللي بتروح فترة اولانية، اخواتي كانوا في ابتدائي فكانوا فترة تانية. فانا كنت شايلاها وامي كانت بتغسل المواعين، كنت في ثالثه اعدادي بقى ساعتها، كنت كبرت شويه، كنت في ثالثه اعدادي. فامي كانت بتغسل المواعين. ايه ده امك بتغسل المواعين انت في ثالثه اعدادي؟ شحطه كده. ما انا بقول لكم انا كنت شايله اختي اهو، شايله اختي والله، شايله اختي، يا اما هي كانت بتبقى شايله اختي وانا بنشر كده يعني مع بعض يعني. ف فايه فالزلزال بقى جه ساعتها، ما انا قافله الباب. فالزلزال بقى جه ساعتها وامي كانت قاعده بتغسل المواعين، ولقيت الارض بتميل كده، الارض بتميل وبيتنا بيميل كده الناحيه على الجنب يعني. وطبعا سمعنا الشارع كله صوت الناس كلها في الشارع عماله تصوت وتصرخ ويطلعوا بره البيوت. فانا طبعا خدت اختي، وساعتها احنا افتكرنا ان هو يوم القيامه، عشان كان ساعتها اول مره مصر تتعرض لحاجه اسمها زلزال، كناش نعرف يعني ايه زلزال. فامي طبعا الارض اتقلق. امي من نوعيه الستات اللي بتحب تعمل كل حاجه وهي قاعده، يعني تغسل مواعين تروح ايه منزلاهم من الحوض وتقعد تغسلهم على الارض، مش عارفه تقعد تخرب بصل تقشر توم تقعد. عكس انا خالص، انا كل حاجه بعملها على الواقف لحد ما رجليها دابت. وامي برضو رجليها دابت، يعني رجلينا دي مش نافع معاها ولا اللي بيقعد ولا اللي واقف. والله زي ما بحكي لكم كده، امي برضو رجليها يا عيني بتعاني منها. المهم كنت بقول لكم فالامي جايه بتغسل المواعين، فلقيت الارض بتميل كده والمواعين اتزحلقت. انا شفت المنظر، كنت اختي بقى عماله تزن، منى اللي هي منى كانت عندها بتاع سنه وشهر، مش بتاعها هو، كانت سنه وشهر، وعماله تزن وانا شايلاها واقفه بيها وايه. وكنت لما امي بقى تشيلني اخويا الصغير او اختي الصغيره افضل واقفه لها عشان العيل يبقى شايف امه وايه ويسكت، وانا في نفس الوقت انا شايلاها واقفه بيه. كان تكنيك معين كده في دماغي مش اي حد يعمله يعني. فالمهم المواعين بقى، لقيت المواعين بتتزحلق كده، عارفه انت لما تكوني حاطه الكوبايات على صينيه وقلبت الصينيه على وقتها، هو كده بالظبط الارض عملت كده. المهم طلعنا، ما كانش فيها الا انا وامي ومنى ماشي، واخواتي بقى التانيين في المدارس، كانوا فتره تانية في المدرسه اللي هم كانوا في ابتدائي دول، وانا كنت في ثالثه اعدادي ماشي. ومحمد لا كان في عيال في المدرسه وكان في عيال في الكتاب. والله يعني كانت شيماء ومصطفى كانوا في الكتاب، ومحمد وعبد العزيز ساعتها كانوا في المدرسه، حاجه زي كده يعني. المهم 2 كانوا في المدرسه فتره تانية و2 كانوا في الكتاب. المهم ومفيش الا انا واختي الصغيره في البيت، واخويا الصغير ما كانش اتولد طبعا لان هو اصغر من منى ب6 سنين، اللي هو الصغير خالص ده ما كانش اتولد، ده مواليد 97. المهم رحنا بقى، طلعنا جري انا وامي ومنى، وابويا بقى ساعتها في الايام دي كان بيسافر، ما كانش بيجي لنا غير كل اسبوع، كان بيروح بقى بورسعيد، المنصوره، اسماعيليه. هو كان شغله كده، كان مدير مبيعات في شركات بقى زي شركه مثلا برسيل، شركه برسيل ولوكس والحاجات اللي هي بتاعه النظافه دي. وكان شغال بقى في كذا شركه، كان بيتنقل بين الشركات. شركه باندا اللي هي بتاعه الجبنه. هتقولي لي ما هي مقاطعه، ما ساعتها بقى في 91 ما كانتش مقاطعه، والله ما كانتش مقاطعه ساعتها. المهم عشان عارفه التعليقات الجميله بتاعتكم. المهم ابويا ساعتها في الايام دي ما كانش بيجي لنا غير كل اسبوع خميس وجمعه، يا اما كل اسبوعين، يا اما كل اسبوع يا اما كل اسبوعين. وتقريبا الزلزال كان يوم الاثنين، فابويا ما كانش معانا ساعتها.
المهم ايه، جريت اخدت اختي وجرينا في الشارع، امي جت ورانا. المهم لقيت الناس كلها بتجري في الشارع، لان هو كان العصر كده، انا فاكره الزلزال كان العصر، درجه اللي هو الساعه 2 3 كده في الحدود دي، في شهر اكتوبر في شهر 10. المهم ايه اللي حصل، الناس كلها بقى في الشارع، وايه بقى شوفوا الذكاء المصري الاصيل، كل الناس خافت تخش البيوت بعد كده بعد ما الزلزال هدي، وربنا ستر ساعتها، بس في بيوت طبعا وقعت وفي ناس كتير يعني راحت تحت الانقاض في الزلزال ده، اللي هو كان الناس اللي كانت بيوتهم قديمه قوي، بس احنا كان بيتنا لسه جديد. احنا بيتنا كان مواليد 89 88 يا رب، او 89. لا بيتنا كان 89، فكان لسه جديد. لكن البيوت بقى القديمه كان سقطت على الناس اللي فيها يعني. فالمهم ايه، الناس كلها خافت تخش بيوتها، فعملنا ايه، فروحنا فضلنا قاعدين في الشارع لحد تاني يوم الصبح. فاحنا ايه، بيت عمي جنبينا على طول في البيت اللي لازق فينا، فروحنا طلعنا بره على الشارع من بره، قعدنا تحت بيت عمي، اللي هو يعني لو جه زلزال تاني والبيت وقع، فهو البيت هيقع علينا برضو، بس اللي هو اسمنا ايه، ما اعرفش التفكير كان ساعتها ايه بصراحه، بس احنا كنا ماشيين بقى تبع الناس الكبيره هي اللي بتوجهنا، ما اعرفش، بس ساعتها ما اعرفش تفكيرهم ايه. فكنا قاعدين تحت البلكونه بتاعت عمي، فاللي هو البيت لو وقع البلكونه تقع علينا، بس تفهموش ساعتها التفكير كان ايه. وساعتها بقى كل اللي عنده اكل بقى دخل جاب، وكان ساعتها النور قطع، جه الدنيا ليل بقى والنور قطع، ما اعرفش ليه دايما في المواقف اللي زي كده بيقطعوا لنا الكهرباء، وزمان كانت الكهرباء بتقطع كتير اصلا. فكل واحده دخلت التلاجة بتاعتها، اللي جابت بيضتين واللي جابت رغيفين عيش واللي جابت جبنه، وكان في تكاتف اسري جميل جدا في الوقت ده، والناس كلها ايه كانت متعاونه جدا، وعشان ياكلوا العيال الصغيرين اللي هو ايه العيال يعني، انا والعيال التانيين يعملوا لنا بقى سندوتشات جبنه بيض مش عارف ايه، كل واحده على حسب التلاجة بتاعتها كان فيها ايه. فبس وجا تاني يوم بقى خلاص بابا اتصل بينا، ما كانش ساعتها في موبايلات ولا اي حاجه، وزعق لنا ان احنا ازاي نقعد في الشارع خشوا جوه. طب انت مش موجود واحنا خايفين يا عم الحاج، خشوا جوه، ما تناموش، ما تقعدوش في الشارع تاني، ناموا في البيت. طب الزلزال لو جه تاني ماليش فيه، خليكم قاعدين في البيت. فخلاص والناس كلها خلاص اصلا كانت دخلت بيوتها يعني. ده كان زلزال 92، ودي كانت قصه كروت السبوع بتاعت منى اختي. النبي تبسم وهي كان عايز ايه، تبارك الله احسن الخالقين، او شيلوني بحنيه ده ماما تعبت فيها، الحاجات اللي هي بتاعت السبوع دي، لا حول ولا قوه. كانت ايام جميله. فاكره يا منى؟ اكيد مش فاكره طبعا. منى طبعا الحوار ده انا بكلمكم في سكه مثلا 34 سنه، 34 سنه، وابويا دلوقتي عنده بتاع 74، فكان ساعتها عنده 40 سنه، فكان اصغر مني، فشيء طبيعي ان هو كان يوبخني على حاجه زي كده. ما هو 40 سنه مش يعني 40 سنه لسه برضه عادي، لما يمسك بنته يمسكها كده يشلفخها بسبب ان هي جابت له الطباع بتاع السبوع على غير مزاجه. 40 سنه لا مش كبير قوي يا بابا، عادي، كان معاك عذرك ساعتها كده كده. هو الوقت طبعا عمره ما يعمل حاجه زي كده ايه ده، مش هيبص اصلا في الكارت بتاع السبوع، عادي يعمل له تمنه، مش هيبقى في دماغه حاجه زي كده اصلا. فكانت ايام جميله، يا ليتها دامت، ويا ريتني فضلت معاكي ياما، اربي معاكي اخواتي. انا اللي مربيه اخواتي كلهم على فكره، مش كلهم يعني من اول منى كده، من اول منى، لان شيماء اللي قبل منى بيني وبينها 6 سنين، فمش فاكره بصراحه، مش فاكره لها ان انا كنت براعيها قوي، ممكن حاجه على خفيف كده. هنا ده يوسف، هتقولي طب فين احمد؟ احمد هناك عند يوسف بياكل كشري، تبادل يعني، مرات ابو يوسف عامله كشري النهارده، فاحمد هناك عندهم بياكل كشري، فيوسف محبش الكشري، قال لا انا هاجي اكل عندكم فراخ. فاحمد جه دلوقتي بعد ما الاكل شايله له اكله يعني، يلا يا احمد كل بقى، لا انا مش هاكل، انا مش قادر خلاص، انا اكلت كشري عند يوسف. فربنا يحميهم يا رب ويخليهم لبعض. عشان ده على فكره الفيديو ده ردا على الاخت اللي بتقول لي انت يوسف مش عارفه ايه، انت يوسف بتعامليه وحش علشان مش عارفه، بتقولي له ما تاكلش عندنا، روح كل عند ابوك. طب خليني قلت كده في مره، طب انت ما شفتيش مره خالص وقاعد، انا مش قصدي على فكره حاجه، بس انا بصور الحته دي بالذات علشان ما بحبش حد يظلمني، حقيقي ما بحبش حد يظلمني، بس هو يوسف معانا باستمرار، بس ما بصورش الحاجات دي عشان تبقوا عارفين، ما بصورش الاكل كتير، نادرا يعني، نادرا، والناس اللي متابعاني عارفه ان انا كل تصويري في المطبخ والمواعين، نادرا لما بصور موقف زي كده. بس انا مصوره متعمده على فكره، انا متعمده ان انا اصور وهو قاعد جنب رنا عادي جدا، وقاعد بياكل معايا انا ورنا وعادي، واحمد هناك عندهم، انا كنتش اعرف ان احمد هناك،
سواء اعرف او ما اعرفش، انا عارفه ان هم كويسين في احمد وبيعاملوا احمد كويس، واحنا كمان بنعامل يوسف كويس. فما جاتش بقى من مره مثلا انا كنت عامله اكل قليل والاكل اللي باقي ده على قد مثلا اللي ما كلوش، ما فيهاش حاجه ان انا كنت اقول له لا روح كل عند ابوك، عادي يعني عادي، ايه المشكله يعني؟ طب ايه المشكله؟ اصل مثلا انا هو كده كده في البديل، في عنده بديل، او مش البديل ده، هما الاصل، بيت ابوه هو الاصل، احنا هنا البديل او احنا هنا الحاجه الثانويه. فما يجيش مثلا ايه احط له الاكل بتاع مثلا انس، وانس يجي يصحى من النوم يقول لي فين اكل يا ماما، اقول له ده ما فيش اكل، ده يوسف كل. ما ينفعش، ما يوسف عنده البديل، عنده بيت ابوه، بس هو مثلا كان مكسل يروح، مستسى، هو بيحب اكل جدا فعايز ياكل وخلاص. قلت له لا، ساعتها انا كنت بتكلم جد عشان بس ما اقولكوش ان انا لا ده انا كنت بضحك معاه، لا انا كنت فعلا ساعتها بتكلم بجد. بس مثلا دي مره من الاف المرات بناكل فيها مع بعض عادي يعني، عادي. ممكن اكون غلطت ساعتها، بس هو ده كان تفكيري ساعتها، اللي هو انا انس مثلا هيطلب مني اكل، فانا اكيد مش هطبخ له تاني مخصوص، او مفيش مثلا الا حته فرخه واحده لانس او حته لحمه واحده لانس. فبناء عليه ساعتها قلت ليوسف لا روح كل هناك عند بيت ابوك عادي يعني ما فيهاش حاجه. والواد ساعتها ما زعلش ولا اي حاجه، وراح كل فعلا في بيت ابوه وجه. ليه؟ لان في بديل. لكن انس لما يجي يبقى عايز ياكل ما فيش بديل تاني، يروح ياكل فين؟ هيروح ياكل فين؟ هناك عند يوسف؟ لا، انا انس كبير ما ينفعش يروح هناك، بيروحش اصلا. لكن احمد عادي عشان هم اصحاب، فده بيجي ده بيروح عادي، الدنيا عادي. لكن انس هيروح يقول لهم وما يعرفوش، انا ممكن ما يكونش عارفين انس اصلا، وحتى لو عارفينه تخيلوا كده هو بيخبط عليهم، انس السلام عليكم يا جماعه احنا عايزين ناكل، انا عايز اكل. عايز تاكل ماشي، اصل يوسف ابنكم كل اكلي. يعني اعقلوها يا جماعه قبل ما تقولوها، اعقلوها قبل ما تقولوها. فبس كده، تعالوا كلوا معانا. على الرغم ان انتوا بتقولوا لي اكلك يقرف وعكاك، الا ان يوسف بيعشق حاجه اسمها اكلي، بيموت فيه والله العظيم، بيحبه جدا جدا، ما اعرفش ايه السبب بس هو بيحبه سبحان الله. فبس كده يا جماعه، خلاص الفيديو بتاعنا. انا من كتر الرغي انا صدعت، طبعا انتوا كمان صدعتوا اكيد يعني. الفيديو النهارده في احداث كتير وطويل، واكيد انتوا صدعتوا انتوا كمان. نفصل بقى شويه لحد ما الفيديو يخلص. واكيد برضو انتوا شفتوا من شويه في الفيديو ان انا ما بحوش عنه حاجه، طالما انا عامله اكل كتير. انا كده كده عامله صينيه فراخ كتير، عامله كميه كتير، قلت بحيث الفراخ اللي تتبقى يا اما ياكلوها في العشاء يا اما تاني يوم في الغدا، عشان يوفر عليها مثلا اكل تاني يوم، ما اعملش اكل واقعد انضف كده. هنا بعد ما اكلنا خلاص، اختكم بقى كانت خلاص مش قادره تعمل حاجه، والمطبخ لسه في تفاصيل تانية عايزه تتعمل، مش هكذب عليكم. بس انا كنت خلاص طاقتي خلصت في ايه؟ خلصت في الاكل والبوتاجاز والفرن والمواعين وبس كده. ما عملتش حاجه تاني بصراحه في يومي. هل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي تستحق ان انا اتعب، او ان انا مبقاش قادره اعمل حاجه تانية؟ ولا انا كده في حاجه غريبه؟ ولا انا كده في حاجه مش طبيعيه ان انا بتعب من اقل مجهود؟ وده اقل مجهود طيب بالنسبه لكم ولا ايه؟ انا مش عارفه اقيم هو ده مجهود عادي ولا مجهود قليل. شايفه ان هو مجهود يعني.